يبدأ. المخزن 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 يلعبوا مع والو سيبورتي الوالو. شاهدوا معنا هذا الفيديو هذا. عنده ما يفرح. وهنئ صديقي أسامة حمدان، وهنئه كذلك على مستوى الجيد يظهر به الحارس المرمى، بما انه مدرب حراس مرمى. نهنئ على الاداء اللي قدمه الحارس المرمى، وان شاء الله نتمنى له التاهل ولما الفوز على المغرب والتاهل ان شاء الله النصف النهائي. الكاميرا رصدت احد يعني الاداريين ولا الفنيين في المنتخب الوطني ولا اللاعبين ولا سرق الكره، رصدته الكاميرا ايضا. هذه مجله فرنسيه هاي لك معروفه. ننتظر يعني الاجابه تاع الناس هذو، ما ننتظرهم في التعليق. لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا زالت ابواق الفتنه والنميمه والناس اللي مدى بها تزرع الكره والحقد وترمي كل ما هو طاقه سلبيه على المنتخب الجزائري المشارك في الكان. لا ندري ما أزعجكم، هل انزعجتم من حضارة المناصرين الجزائريين أو من طريقة التشجيع أو من الأداء أو من النتيجة أو من الفوز، ولا ندري لماذا. الجلفة كاتب لها إن شاء الله عز وجل باش تكون من أكبر العواصم، من أكبر العواصم. عندكم خوتي حفره كي داير عندكم عندكم خوتي يا ريت والله لك يا ريت. ما عندي كل حاجه، ما عندك بنوات، ما عندك طريق، ما عندك لابيس، وتزيد تقول هذو الصور نخلصوهم احنا بالمخالفات. يعني ما 12 ونص هنايا راه الساعه شحال في ساعه ونص باش نعمر سير غاز، مازال ما لحقتش، نزيد نضرب واحد نص ساعه ولا ساعه واحده اخرى. وجاردة كي دايرة عندكم؟ جاردة تاع بلدية عين كرمة، جاردة تاع بلدية عين كرمة عندكم كي دايرة؟ فوت لي هذا الميساج، جاردة من 92 هذه. يومية في جل محطات النقل بولاية مستغانم، اضطراب مستمر وفترات انتظار طويلة ترهق الركاب، حيث يجدون أنفسهم أمام خدمة متذبذبة للنقل بالولاية. يعني شيء غريب نوعا ما في هذه البطولة الإفريقية، لو يتم تسخير هذه الكاميرات لأغراض أخرى ربما أفضل. كمال بوزار كصحفي، ماذا تقول عن هذه، ربما تحدثنا أنا وعبد النور، الأمور التي ربما تافهة بين قوسين، واليوم المنتخب الجزائري أصبح يزعج بعد هذا التألق اللافت وأبهر الجميع في كأس إفريقيا في الدوري الأول. ربما البعض كان ينتظر عثرة أخرى لهذا المنتخب، كان ينتظر الخسارة أمام السودان والخسارة أمام بوركينا فاسو وخسارة أمام غينيا الاستوائية والخروج من الدوري الأول. إذا الجمهور كاين واحد الحاجة احنا شفناها كاملين، بحكم ما لقاو حتى شي حاجه. ما تنساش بانه الملعب على مستوى الفندقه، على شوف فين مشاو، رغم انه حتى الجو الحمد لله الامطار الخير اللي جات ما عراتش الواقع ديالنا، العكس كشفات الحقيقه ديال اليد العامله المغربيه اللي وصلت هذه المنشات. اكبر كذبه عايش بها الشعب الجزائري اليوم وهي رانا ملاح، رانا غايه، كاش كاع اللي راه غايه وما كاش كاع اللي راه مليح، كذبوا على رواحتنا كاع، عايشين ألم، عايشين واحد المعاناة من الداخل عالم بها غير ربي. صح ولا راني غلط؟ شوف الحاكم هذا عنده سوابق من قبل، مع عنده كثير سوابق في افريقيا في بعض الفضائح التي حصلت، خاصة مباراة بركان مع ابو سليم الليبي، وين كان ذبح نادي ابو سليم الليبي كما نقولوا احنا مرقبة بالعامية، كان ساهم في تغيير نتيجة المباراة. يقال بأنه حكم مهام قادرة في الاتحاد الإفريقي، لكن حسب بعض الإعلاميين المصريين اللي تحدثت معهم يقولوا بأنه يعرف، هو مرشح لإدارة مباريات كأس العالم، يعني من بين المرشحين الحكم محمد معروف. أنا طرح علي السؤال في الحصة الأولى للجزائر، كان
مع الأخ نازم، قال لي واش هي الحظوظ تاع المنتخب الجزائري. قلت له ما نقدرش نقول لك أنه المنتخب الجزائري عنده حظوظ في بلد يعني يعتبر عدو للجزائر، لانه رانا نشوفوا كيفاش راهم يتصيدون في امور يعني ويديرون في شائعات واكاذيب باش ياثروا على اللاعبين وعلى نفسيه اللاعبين والمنتخب الوطني. هذا ما الا القليل كما تفضلت انت عبد النور. ماذا لو المنتخب الوطني تاهل الى النصف النهائي وسيباري المغرب؟ سيعيش المنتخب الوطني الجحيم هناك. لهذا أنا نعتبر هذه الأمور يعني شغل مستوى هابط. باش تشوف أنت النظام المخزني ما لقاش باش يواجه ولا يواكب الجزائر على جميع الأصعدة، سواء سياسية ولا اقتصادية ولا ثقافية ولا رياضية. راهو يواجه فيه بهذو الأمور التافهة، من ذاك يديروا لك شريط لاصق، من ذاك يقول لك الكادر خبيتو الكادر، من ذاك يقول لك خبيتو كرة، باش تشوف باللي المستوى تاعهم نازل وما عندهم حتى يعني امور يقدروا يجابهون بها، فهمني؟ لهذا تجدهم في كثير من الاحيان يستعملون ذبابهم الالكتروني او اعلامهم الخسيس من اجل يعني تشويه الجزائر، ليس فقط داخل المغرب ولا بل عالميا، باش يقولوا هذه الجزائر يعني دولة، تشوفوا كيفاش راهم ولا كيفاش راهم عايشين ولا يعني والفنا حنايا. هذا الشيء والله العظيم انا شغل اعتبره روتين يومي، لاني اطلع دائما على المواقع والصفحات المغربية، ارى امور والله يتعجب العقل. يعني لحد الآن التحكيم عادل مع الجزائر، نعم وهذا أمر جيد، ولكن في دور المجموعات عادي يقدر يكون التحكيم عادل، ولكن في المباريات الإقصائية يقدر يضرك التحكيم إن لم يكن عادلا، يقدر يضرك. الإعلام الجزائري عنده الحرية في حاجة واحدة فقط، وهي أنه يتكلم عن المغرب ويسب المغرب ويبين الصورة عن المغرب، الصورة السيئة بكل حرية. ما يتكلمش عن بلاده، ما يتكلمش عن المشاكل ديال بلاده، ما يتكلمش على الإضراب اللي كاين في بلاده، ما يتكلمش على الزيادة اللي وقعات في المحروقات وفي الفواكه وفي الخضر وفي الطرق المهترئة وكذلك في الحافلات الكارثية. لا، ما يتكلمش على هذا الشيء. إلا تكلم المكان ديالو معروف، وإنما خاصو يتكلم على المغرب. نتوما شفتوا دابا هاد الصور وهاد الفيديوهات هادو من داخل الجزائر، من أعماق الجزائر، ومع ذلك يتكتم باش أنه يخلي هذا المواطن الجزائري مغلوب على أمره، ويخلي الصورة متعتمة أمام أعينه. هذا هو الإعلام الحر، هي الحرية في الإعلام، أنه يتكلم فقط على الآخرين، على العيوب ديال الآخرين، على المشاكل ديال الآخرين، بينما المواطن الجزائري يعيش أوضاعا كارثية، لا على المستوى المعيشي ولا على المستوى التعليمي والصحي وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.